السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة خديجة بن حمزة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وفيديو ديال نهار اليوم اللي غادي نحضر معكم فيه واحد الطورطة بالكريمة واقتصادية، بلا فران بلا بيض بلا زبدة وبلا جينواز. تجي ألذ ما يكون كما شفتوا معايا. غادي تشوفوا الطريقة ديالها، راها بسيطة ولكن تجي لذيذة بزاف بزاف، وإلا جربتوها ما غاديش تندموا عليها، راها تجي رائعة ولذيذة بزاف. نتمنى اللي باقي ما اشتركت في القناة تشترك في القناة فضلا وليس أمرا، وبارطاجي مع الحباب والصحاب باش تعم الفائدة، وشجعوني بلايكاتكم. وغادي نبقاو باش نشوفوا طريقة التحضير ديالها. غادي ناخذ واحد الكاسرونه اللي غادي نوضع فيها واحد إترو ديال الحليب، كما شفتوا معايا إترو ديال الحليب اللي غادي نوضعو في كاسرونه. غادي نضيف هنا خلطت هنا 2 معالق كبار من الدقيق الابيض و2 معالق كبار من النشا، وممكن نعوضوهم بالنشا، نديرو 4 معالق كبار من النشا و4 معالق كبار من السكر سنيده، واحد الساشيه ديال فاني. وغادي نحركهم ما حدهم باردين قبل ما نوضعهم فوق البوطه. غادي ندوب هاد النشا والدقيق وسنيده السكر سنيده في الحليب اللي غادي نوضعهم فوق النار باش يوليو ليا كريمه كما شفتوا هنايا. السكر سنيده انا درت 4 معالق سكر سنيده لان المكونات الاخرين حلوين يعني، وممكن تضيفوا 5 المعالق ديال السكر سنيده اللي تيبغي شويه الحلاوه زايده. انا 4 جاوني مزيانين. انا غادي نوضعها فوق البوطه وغادي نستمر في التحريك حتى تولي ليا كريمه وتقال على هذا الشكل هذا كما شفتوا. ما تقالش بزاف، انا بغيتها شويه تكون سائله شويه ماشي تكون ثقيله بزاف. ما حتى وهي سخونه كي حيدها فوق البوطه غادي نضيف لها 2 معالق كبار من الكوك. هذا تيبقى اختياري، غير تيعطيها واحد اللذه. وإلا ما عندناش الكوك فماشي مشكل، يعني نخليو الكريمه غير هكاك، راه نسمناها بالفاني، ولكن انا ضفت لها واحد 2 معالق كبار ديال الكوك. هنا عندي واحد 350 غرام من البسكوي، اي نوع عندكم ديال البسكوي ممكن نخدموا به، اي نوع انا كنخدم به كيف ما كان عندي ديال البسكوي. غادي نجيب هاد السخك اللي عندي انايا دائري هكا، وغادي نجيب ندير شي طبسيل اولا ونفرش فيه هاد البسكوي كما شفتوا معايا. هذوك الفراغات اللي بقاو كنهرس البسكوي وكنعمر دوك الفراغات كما شفتوا. وغادي نعمر هاد هنايا بالبسكوي، ونجيب الكريمه وهي سخونه كما شفتوا. ما فزقتش البسكوي بالحليب، خليته هكاك لان الكريمه سخونه فغادي يرطب كما شفتوا، راه تيرطب لان الكريمه سخونه وما قاص ما مشداش بزاف، يعني مرخوفه الكريمه فهي كتفزقو وكتعطيه هذاك القوام الرائع اللي شفتوا معايا في الاول. يعني غادي ندير واحد المغرفه وغادي نطلقها على الجوانب مزيان مزيان، وغادي نعاود ندير التفريشه الثانيه كما شفتوا. تنستمر بنفس الطريقه الاولى. غادي نكمل هاد الطبقه الثانيه وغادي نسد الفراغات ونعاود نضيف واحد المغرفه اخرى وهو سخون لان ما نخليش تيبرد لان غادي تقصح معايا الكريمه. فكنسرع الخدمه دغيا باش ما حتى تنكمل الكميه اللي عندي، الطبقات اللي عندي ديال البسكوي كل طبقه كنديرها وكندير فوقها الكريمه حتى تنسالي البسكوي اللي عندي. الكميه اللي عندي هنا غادي نغطيها بواحد البلاستيكه وغادي نديرها في المجمد واحد الساعه على الاقل، واحد الساعه حتى تشد فراسها مزيان عاد باش نخرجها. هنا غادي ندوزو للكريمه. عندي هنا الكريمه شونتيي البودر شونتيي اللي غادي نجيب واحد الاناء بارد حتى هو كنت واضعه في الثلاجه،
والكريمه بارده درتها في الثلاجه. وكاس الماء اللي يكون خرجته من المجمد، ماشي خاصح بزاف انما بارد مزيان مزيان، يعني مقلاصي كي تنقولوا. فهاد الكاس الماء راه بارد مزيان. وغادي نضيف واحد شويه على البودر ديال الشونتي، وغادي نجيب الطراب وغادي نبدا تنطرب شويه بشويه. انا كنزيد في الماء، كنطرب شويه ونزيد شويه الماء، نعاود نطرب شويه ونزيد شويه ديال الماء حتى تنكمل الكاس اللي عندي. كما شفتوا الكاس راه ما كبرش بزاف اللي عندي ديال الماء، باش تجيني لي كريمه شاده في راسها، ما بغيتهاش تكون جاريه. وانا تنستمر حتى تتوقف ليا الكريمه. كما شفتوا هنا الكريمه راه وجدات معايا، ما غاديش نستمر في التراب باش ما تخسرش الكريمه. يعني الا فوتنا لها القياس ديال التراب كتخسر. هنا هذا هو القياس. صافي غادي نوضعها في الثلاجه شويه هكا تبرد. القوام اللي تحصلت عليه ديال الكريمه هو هذا. هنا من بعد ما دوزت واحد الساعه في المجمد، غادي نحيد على البلاستيكه وغادي نحيد على السخكل ديالها. كما شفتوا يمكن لكم ديروا الطبقات الا عندكم البسكوي باقي والكريمه، فبقاو كتزيدوا الا بغيتوها تجي عاليه على هذه اللي درت انا ممكن، يعني على حسب. انا البسكوي داكشي اللي درت معكم عطاني هذا القياس. ممكن الا باقي بغيتوها تعلى راه تزيدوا محدكم، كتزيدوا في الطبقات ديال البسكوي وانتم كتزيدوا في الكريمه حتى تتولي عاليه. يعني كلها كيمشي على قياسه. انا درت هذا القياس هذا كما شفتوا، جا هذا القياس في العلو. هنا غادي نحيد السخكل، غادي نجيب اللوز افيلي او لا يمكن لينا لكم هذا يمكن لينا نزوقوا باللي بغينا، يعني الشوكولاط محكوك او لا الفيغميسيل ديال الشوكولاط او لا كاوكاو مهرمش او لا. انا عندي اللوز افيلي هنا حمرته وغادي نديرو في الجوانب، يعني على حسب المستطاع. في التزيين تيبقى على حسب المستطاع. غادي ناخذ الكريمه وغادي نديرها في وجه الطورطه وغادي نطلقها هكا بواحد سباتولا. غادي نسرحها مزيان، نسرحها مزيان على الوجه ديال الطورطه وغادي نبدا كنملس فيها بهذه الطريقه هذه. يعني راه ساهله كتوجد فرمش العين، فقط غير ديك الساعه اللي كديرينا الوقت اللي في المجمد. من بعد ما ساليت التزيين ديال الوجه ديالها غادي ناخذ واحد البوش وغادي نضيف فيه الكريمه المتبقيه اللي بقات ليا، وغادي ندير هكا وريضات على حسب. فالتزيين تيبقى اختياري، يعني كل واش كيحب في التزيين. انا درت هاد الوريضات هكا بساط وغادي نكمل الدوره ديال هاد الطورطه. كما شفتوا راها ساهله بلا فران بلا عذاب بلا والو. صافي هادوك الفراغات غادي ندير فيهم شي وريضات صغيورين هكا، يعني راه شاط ليا الكريمه غادي ندير ليه واحد صغيورين هادو غنحطهم نعمر بهم هادوك الفراغات. صافي التزيين تيبقى على حسب المستطاع. فانا باقي عندي اللوز فيلي اللي حمرته غادي نضيفه في الوسط وغادي نزوق بهذوك المعسلات، دوك الفواكه المعسلات الحمرين كما شفتوا معايا في الاول. غادي نضيفهم ويمكن لينا نخليوها غير هكا، يمكن لنا نديروا لها اللوز كاوكاو مهرمش او لا فيغميسيل او لا الشوكولاط محكوك، يعني تزين. فتيبقى على حسب المستطاع. ونتمنى ان شاء الله فيديو ديال نهار اليوم ينال استحسانكم ويعجبكم، وشجعوني بلايكاتكم وبالصحه والراحه. ماما